طلبات صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر اللي هو المفروض يتحدد على المستوى التنفيذي يوم 10/7. وايه هي تفاصيل حركة الوزراء اللي حصلت امبارح وايه سيفيهاتهم يعني عشان خاطر يبقى في امل ان هو الكفاءات دي ممكن فعلا تعمل حاجة ولا اصلا مفيش امل خالص. تفاصيل كتير جدا هنتكلم عليها في الفيديو دوت، فيلا خليكم معانا بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم محمد العسال وبرحب بيكم في القناه اللي بتتكلم عن البنوك. الاحصاءات بتقول ان في ناس كتير جدا الحمد لله بتتفرج علينا، بس مش كل الناس عامله اشتراك في القناه، فاستاذنكم يعني مش هتاخد من وقتك ثانيه، بس اعمل لنا اشتراك في القناه لان ده بيدعمنا وبيفيدنا. طيب نخش في الموضوع. زي ما كلنا عارفين مصر حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي عشان تدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي هو بتاعنا. طيب القرض ده بكام؟ القرض ده احنا قلنا بقيمه 8 مليار دولار مقسم على 8 شرايح، كل شريحه بكام؟ ب 820 مليون دولار. مصر فعلا استلمت كام؟ الشريحه الاولى والثانيه في ابريل اللي فات. الخبر الجديد اللي هي الناس كلها مستنياه يعني ان صندوق النقد حاطط مناقشه صرف الشريحه اللي هي الثالثه لمصر في اجتماعهم يوم 10 يوليو الجاي. ده معناه ايه؟ ده معناه اننا ممكن نسمع خبر الموافقه قريب جدا، بس خلي بالك في حاجة مهمة لازم نعرفها، صرف الشريحة دي مش مضمون 100%. ازاي يا عم؟ هما ممكن يعترضوا اصلا؟ ايوه طبعا، والموضوع مش مضمون. ليه بقى مش مضمون؟ من الاخر عشان صندوق النقد الدولي عنده شروط معينة عايز مصر تنفذها قبل ما يوافق على صرف اي شريحة، عشان كده عاملها كل 6 شهور. ايوه انا بقى سمعت اللقطة دي قبل كده بقى كتير. ايه بقى الشروط اللي هو محتاجها؟ بص يا سيدي، اهم شرط من الشروط دي وهو مرونة سعر الصرف. يعني ايه مرونة سعر الصرف؟ يعني تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الاجنبية التانية، بيتم طبعا من خلال من خلال العرض والطلب في السوق من غير اي تدخل من البنك المركزي، وده يعتبر حاصل شوية دلوقتي. طيب صندوق النقد بيعتبر مرونة سعر الصرف دي زي بص بيكتبوها كده زي كليشيه كده، زي حجر الزاوية زي ما بيقولوا كده في برنامج الاصلاح الاقتصادي. هم شايفين ان لما الجنيه بيكون سعره حر ده هيخلي الاقتصاد المصري عنده قدرة اكبر ان هو يواجه الصدمات الخارجية زي اللي بتحصل في اليمن والكلام ده، وكمان هيقلل الضغط على الاحتياطي النقد الاجنبي. طيب مصر فعلا طبقت موضوع مرونة سعر الصرف دوت في 2022، وده فعلا لقينا انخفاض الجنيه ده وصل لاكتر من 150%. صحيح ان ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا على الاسعار، بس برضه صندوق النقد شايف ان ده كان ضروري. ليه؟ علشان شايف ان ده على المدى البعيد هيحسن من الوضع الاقتصادي. وهنا انت لو مش مقتنع يا عم المشاهد انت ليك حق، بس انت كدولة انت اللي بتروح له في الاخر. في بقى مطلب تاني مهم جدا عند الصندوق وهو بيناقش الموضوع في 10/7 الجاي، وهو موضوع تجديد السياسة النقدية. يعني ايه تجديد السياسة النقدية؟ يعني من الاخر البنك المركزي المصري يرفع سعر الفايدة، وده بيخلي الاقتراض اصعب واغلى. طب ليه صندوق النقد عايز كده؟ من الاخر صندوق النقد عايز كده عشان يقلل من التضخم ويرجعه للمستويات المستهدفه اللي قبل كده. التضخم فعلا في مصر وصل لمستويات عاليه جدا جدا في الفتره الاخيره وابتدى يقل. هتقول لي يقل ايه يا عم؟ ده الاسعار اصلا ما بتنزلش. اقول لك ايوه، بس على الاقل مش بتزيد زي الفتره اللي هي قبل شهر مارس اللي هي كان لما الدولار وصل ل 70 والكلام ده. وموضوع التضخم ده اصلا بيأثر بالسلب على حياتنا كلنا، خصوصا اصلا الناس محدود الدخل. صندوق النقد بقى شايف ان تجديد السياسه النقديه ده هو الحل الامثل عشان خاطر يحل مشكله التضخم. بس ده مش معناه ان الحل ده سهل او بدون اي تكلفه. ليه؟ لان مصر بتواجه فيه تحديات اقتصاديه كبيره جدا، مش بس التضخم، في كمان مشكله البطاله والدين الخارجي وفي عجز الموازنه. كل دي مشاكل لازم تتحل عشان الاقتصاد المصري يقدر يتعافى ونقدر نتقدم. طيب عايز اقول لك ان مثلا البطاله في مصر خصوصا ما بين الشباب في مشكله كبيره، لان احنا كانت 7% حسب بيانات البنك المركزي، بس في الاخر الشباب بتلاقي صعوبه في الحصول على وظيفه مناسبه، وده بيأثر بالسلب على مستقبلهم وعلى الاقتصاد ككل. فهنا صندوق النقد بيطالب الحكومه دايما ان هي تحط خطط ان هي توفر فرص عمل للشباب، ان هي تشجع الاستثمارات في القطاعات اللي هي بتحتاج عماله كبيره، لان انت من الاخر عندك عدد كل سنه كبير بيتخرج ومحتاج تفتح مصانع وشركات كتير عشان خاطر تستوعب القصه دي. طيب الحاجه الثانيه معانا المشكله الكبيره الدين الخارجي لمصر، وده وصل لمستويات كبيره جدا 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 وبيشكل عبء كبير جدا على الاقتصاد المصري. الحكومه المصريه بتحاول ان هي تقلل الدين الخارجي من خلال من خلال ان هي تاخد قروض بشكل ميسر واللي هي على مده كبيره. والحاجه الاكبر وانا شفتها المره دي وهي تشجيع الاستثمار الاجنبي، وده اللي انا شفته فين بقى؟
ده شفته عن طريق اختيار وزير الاستثمار الجديد. الراجل السي في بتاعه تقيل قوي الصراحه. الراجل ده اسمه ايه؟ حسن الخطيب. ده خبير اقتصادي وكان عضو مجلس اداره البنك المركزي المصري، ده ايه؟ عضو غير تنفيذي. الراجل ده من الاخر عنده خبره يعني اكتر من 35 سنه في مجال الاستثمار المباشر وبنوك بقى الاستثمار في مصر وشمال افريقيا وتركيا ووسط شرق اوروبا. طبعا ايه؟ مع عضويته في مجالس ايه؟ ادارات شركات كتير بمجالات التامين والصناعه والادويه والسياحه والعقارات والنفط. هو راجل ايه؟ دايس في كل حاجه، والغاز والاتصالات والمنسوجات، يعني لفف من الاخر شركات مصر كلها. واشتغل عضو مجلس اداره غير تنفيذي في صندوق مصر السيادي في الفتره ما بين ايه؟ 2019 ل 2023. وكمان منصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه في الفتره ما بين ايه؟ 2014 ل 2023. وكان كمان مشرف على كل الاستثمارات المباشره للبنك وصناديق الاستثمار المباشر على مستوى اللي هي الاماكن اللي هو اشتغل فيها. باجمالي محفظه كام بقى الراجل ده كان معاه كده؟ اجمالي محفظه كام؟ بتتراوح ما بين ايه؟ 8 ل 10 مليار دولار. يعني من الاخر بيدير رقم ضخم جدا. بيقول الرقم ده نستثمره فين، غير بقى حاجات تانية كتير، بس عشان ما اطولش عليكم. بس هو راجل يعني دايس في حتت كتير جدا جدا جدا. اشمعنى الراجل ده اللي اتكلمت عليه مش دعايه بس في الاخر ايه؟ لا، انا شايف ان ده واحد سي في تقيل قوي في حته مجال الاستثمار، وانت محتاج استثمار اجنبي مباشر. ونيجي بقى للمشكله الثانيه معانا وهي عجز الموازنه. يعني ايه عجز الموازنه؟ هو الفرق ما بين مصروفات الحكومه والايرادات بتاعتها. وللاسف مصر بتعاني من عجز موازنه يعني من زمن، وبقى حاجه مزمنه. وده بيضطر الحكومه ان هي دايما تقترض عشان تسد العجز اللي عندها. صندوق النقد بقى بيطالب الحكومه المصريه بان هي ايه؟ تحط حد بقى الموضوع ايه؟ عجز الموازنه دوت، وان هي تقلل الاقتراض من خلال ان هي تزود الايرادات وتقلل المصروفات. وده عن طريق ايه؟ من الاخر ان انت عن طريق الاستثمار المباشر. عشان كده لسه متكلم على وزير الاستثمار من شويه، لان دي حاجه، بص انت الطلعه الجايه دي بتاعت وزير الاستثمار هي دي اهم حاجه، وزير الماليه. في النهايه انا شايف بكل بساطه اننا في مصر محتاجين حلول جذريه للمشاكل الاقتصاديه اللي موجوده ديت، ومش بس حلول مؤقته زي القروض اللي احنا كل شويه قاعدين ناخدها وبتكبر الموضوع وبتيجي على الاجيال الجايه. لا، احنا محتاجين نعمل اصلاحات هيكليه في الاقتصاد ونشجع الاستثمار تاني، عشان اللي هو وزير الاستثمار اللي احنا اتكلمناه، نشجع الاستثمار والتصدير ونقلل ان احنا نعتمد على الاستيراد. محتاجين نخلق فرص عمل للشباب، محتاجين ان احنا نحسن مستوى المعيشه بتاع المواطن المصري اللي اتدهور خالص خلال الفتره الاخيره. فنيجي في اخر الفيديو، قول لنا رايك في الوزاره الجديده. هتابع ارائكم في التعليقات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان اكتر ناس تشوف الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.